ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتونا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجو ساقع بقى كده زي ما انتم شايفين، قلنا نعمل حاجه معسله. معانا كده كسكسي، وهنعمله بقى بالطريقه سهله اهو. شويه ميه سهل خالص، تحطيه في قلبه، بس تفضلي تقلبي بالشوكه كده على طول باستمرار كده. يعني ده ربع كيلو، وتحطي مثلا كوبايه ونص ميه. هو بيشرب الميه بس بشوكه بقى، تفضلي بالشوكه كده. هو بيستوي في ساعتها، ما بياخدش وقت يعني. تحضري بقى اللبن، ولو عندك اي مكسرات بيبقى جميل اوي في الشتاء. وساعات في ناس بتحب تاكله، بس بيبقى اسعاره غالية. هو بيتكلفش اوي يعني. سهل بقى عند اي عطار سايب كده. بصوا، بتفضلوا بالشوكة كده تفرفطيه كده بالشوكة عشان ما يلزقش في بعضه. بصوا، هتجيبي بقى طبق تاني، تروحي مفضيه فيه عشان ما يلزقش في الحلة. هو بيلزق سنة كده في الحلة منك عادي. بصوا شكله جميل. طبعا نحط عليه السكر الناعم، بس ما بياخدش اي وقت، بتاع 10 دقايق وبتعملي احلى كسكسي. بصوا معانا سكر ناعم اهو. تحطوا بقى على قد الاطباق كده طبعا ما انت عايزه. تحطي مكسرات، اي مكسرات عندك. ولو عندك قشطه بقى تحطي في كل طبق كده معلقه قشطه. في ناس بتحبه باللبن، وفي ناس بتحبه بالسكر بس كده والمكسرات. معانا قشطه، هنحط بقى على كل طبق كده. طبعا انا حطيتها ورجعت شلتها عشان عندنا حد يعني ميحبش ياكل بقشطه. معانا لبن اهو سخن مغلي، طبعا الاختياري برضو، كنت ممكن تاكليه من غير لبن. وطبعا ما انت عايز لبن قليل لبن كتير، بس هو سهل وجميل، جربوه. ما بيتكلفش اي حاجه. وبصوا فايت كمان كتير اهو. لو عايز تعملي كمان اطباق بتعملي. شكله جميل ازاي. السكر ناعم والقشطه بقى وهو والمكسرات جميل. بيتباع عند اي عطار بربع وبنص وبكيلو عادي. سايب كده احسن من العلب برضك. بصوا فات كتير اهو. تحطي الميه، وما الميه تغلي تروحي مفضيه، وتفضلي تقلبي بالشوكه. بيستوي في ثانيه.